ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل الكانيلوني بطريقة ظريفة وسهلة ولذيذة قوي وهتعجبك خالص. محتاجين نص كيلو لحمة مفرومة، وبصلة مفرومة ناعم وسط، وثلاث معالق دقيق كبار، ملح وفلفل وبهارات لحمة، وكيلو لبن حليب، وجبنة موتزاريلا حوالي كوباية، والمكرونة اللي هنستعملها طبعا دي 250 جرام. هنبدأ في طاسة فيها معلقتين زيت ومعلقتين زبدة على النار، وهنحط فيها البصلة. طبعا البصلة واحنا بنعملها بتاعة العصاج مش بتتحمر قوي، هي بس بتدبل كده لحد ما لونها يبقى شفاف شوية. بنحط اللحمة، هنحط اللحمة بقى بتاعتنا وهنقلبها كويس لحد ما لونها يتغير من اللون البينك ده. مش هنحط التوابل إلا لما اللون بتاعها يبقى كده. والتوابل بتاعة العصاج أنا مبحبش أحط أكتر من فلفل أسود وتوابل لحمة، كل حاجة نص معلقة صغيرة، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة ملح، نص معلقة توابل لحمة. وقلبي بقى كويس، سيبيها لحد ما تنزل ميتها، وبعدين حطينا لها نص كوباية مية، وسبناها على نار هادية كده، غطيتها وسبتها تستوي شوية. بعد 5 دقايق شربت المية بتاعتها وبقت بالشكل ده. خلاص هنزلها من على النار. فحلة بقى فيها معلقتين زيت ومعلقتين زبدة و3 معالق دقيق كبار. هنبدأ نعمل البشاميل. هنسوي الدقيق كويس علشان ما يبقاش طعمه ني في البشاميل كده. ما حطيتش دقيق كتير لان انا عاوزة البشاميل النهاردة خفيف. بدأ بقى الدقيق اهو يستوي. هحط له اللبن. ده كيلو لبن حليب، طبعا بارد. طالما الدقيق سخن يبقى اللبن بارد. لو اللبن عندك سخن سيبي بقى الدقيق ده لما يبرد خالص. ونقلب بمضرب البيض باستمرار كده والنار هادية. حطيته على 3 مرات اللبن وقلبته كويس بالشكل ده. وانتي بتعملي البشاميل ما تسيبيش المضرب، قلبي على طول وتبقى النار هادية. حطيت اللبن اهو على 3 مرات، ومش هضيف له حاجة اكتر من الملح والفلفل الاسود، وانزل البشاميل بس. طبعا انا عاوزاه النهاردة زي ما بقولك خفيف، مش عاوزة البشاميل تخين، فعشان كده عملته ب3 معالق دقيق بس. هوريكي دلوقتي سمك البشاميل اللي انا محتاجاه عشان تعمليه بالظبط كده. اوريكي بالمعلقة كده، شايفة بقى عامل ازاي؟ هو كده هنزله خلاص. المكرونة بقى فضيتها الأول في طبق كده، وبعدين هبدأ أحشيها بالعصاج. طبعا العصاج نزل وبرد شوية علشان أقدر تحملي إن هو تحشيه يعني بإيدك. اقفلي بقى المكرونة من ناحية كده بصباعك، ومن الناحية التانية نزلي اللحمة علشان ما وانتي بتدخليها ما تنزلش من الناحية التانية. بس هنحشي بقى المكرونة بالطريقة دي وهنرصها في الصينية اللي استخدمتها صينية صغيرة شوية، لأن أنا عاوزة أعمل رقين من المكرونة. حطيت فيها الأول بشاميل من تحت، كبشتين بشاميل كده، وبعدين نحشي المكرونة ونحطها. لو انتي حابة تعملي المكرونة دي رق واحد، كبري الصينية بقى، خلي الصينية ضعف كده. بنملى بقى اهو، بنحشي المكرونة ونحطها جنب بعض في الصينية بالشكل ده. وزي ما بقولك لو حباها رق واحد كبري مقاس الصينية. بس بسيطة خالص وما بتاخدش وقت. طبعا الفرن دلوقتي أنا مسخناه على درجة حرارة 200. هحطها على الرف الوسطاني. أخدت حوالي 40 دقيقة. عملت كده أول طبقة، وحطيت حبة جبنة موتزاريلا مش كتير، وبعدين هنحط بقى بشاميل. شايفة بقى البشاميل خفيف ازاي؟ هنحط بقى حبة بشاميل، وبعدين ممكن بقى تدخليها الفرن على كده خلاص، تحطي لها حبة جبنة وتدخليها وهي رق واحد. أنا بقى حطيت الرق التاني كده، وبعدين حطيت لها طبقة بشاميل تانية، وهدخلها الفرن كده من غير الجبنة علشان الجبنة طبعا بتحمر بسرعة. أنا عايزاها تستوي الأول لأن المكرونة بتاعتنا نية، فهتاخد وقت في الفرن، أخدت حوالي 40 دقيقة. فدخلتها الفرن الأول بالشكل ده، وتطلعيها تشوفي بالسكينة كده بحرف السكينة فعلا استوت. تحطي بقى الجبنة الموتزاريلا المرة دي وكتري بقى شوية، وبعدين ندخلها الشواية ونولعها
نفتحها بالضبط 10 دقايق. طلعت بقى بالشكل الجميل ده وريحتها حلوة أوي، جميلة أوي، أوي. طبعًا لو عايزاها بقى الخلطة متماسكة وشكلها كده متماسك وواضح يعني، سيبيها 10 دقايق أو ربع ساعة وبعدين قطّعيها. لكن أنا بقى حبيت أقطّعها على طول وهي سخنة، يعني المكرونات اللي بالبشاميل عمومًا أنا أحبها سخنة أوي، فطلّعتها بقى وهي سخنة كده، شكلها تحفة وطعمها حلو أوي، 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 هتعجبِك أوي. أخدت 40 دقيقة في الفرن على الرف الوسطاني، وأخدت 10 دقايق في الشواية، وبألف هنا. جربيها، مش هتاخد معاكِ وقت وبسيطة ولذيذة جدًا، جدًا. ولو عجبتِك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي.